السلام عليكم ورحمة الله. الجزائر تخطف مفاجأة وتخطف موهبة عالمية من المغرب، أحد النجوم الصاعدة والذي له مستقبل كبير في أحد الفرق الكبيرة في أوروبا. يخطفه المنتخب الجزائري ووليد صادي من فوزي لقجع والمغرب وجنون فوزي لقجع. سنشاهد ونتعرف على كل تفاصيل ومن هو هذا اللاعب خلال هذا الفيديو القصير المختصر المفيد وماذا قال فوزي لقجع. ولكن عزيزي المتابع، طالما وصلك هذا الفيديو ما تنساش انك تشرفنا وتشترك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينشر عدد من الناس، واذكر الله وصل على النبي اهم شيء. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. وفقا لمصادر موثوقة جدا، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة وليد صادي قد تقدم كثيرا جدا 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 للصبح في ضم اللاعب ذو الأصول المغربية الشاب أيمن أورير، أحد أبرز نجوم أكاديمية نادي باير ليفركوزن الألماني. وطبعا هذا النادي يلعب فيه إبراهيم مازا في الوقت الحالي، وطبعا لعب للمنتخب المغربي للشباب. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، ذكرت التقارير الصحفية أن وليد صادي أقنع اللاعب بالفعل بأنه سيمثل المنتخب الجزائري الأول مباشرة في كأس العالم القادم، مستفيدا طبعا بحق تغيير جنسيته الرياضية وفقا لقوانين الفيفا طالما لم يشارك في أكثر من 12 دقيقة مع المنتخب الأول المغربي، وهو لم يشارك إطلاقا مع المنتخب الأول بل شارك مع منتخبات الناشئين. وطبعا فوز الاتحاد الجزائري بضم هذا اللاعب سيجعل فوزي لقجع يلطم على وجهه، لأن هذا اللاعب مستقبل كبير في العالم. شاركنا رأيك عزيزي المتابع، لايك واشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.